أزول ولن نزول والإسلام سيزول وإسرائيل لن تزول. شاهدوا الفيديو. هل هذا دين رحمة أم دين لحمة؟ ممكن يقتل، يحرق، قالوا نعم، أو يصلب، نعم، ويرجم، نعم، بالحجارة، نعم، ويجلد. فإن تاب وإلا قتل. لا يستتاب القتل ويقتل، وهو القتل حتى ولو تاب يأتي في أعلى بناية ويلقى. يقتل عند المسلمين. لا يقتل بلا استتابة. يقتل. ده يقتل وهو يقتل حتى لا موجب للقتل، لا بد أن يقتل ويصلب، ويجوز لكل من سمعه أن يقتله. وإما يتوب وإما يقتل. لقد جئتكم بالذبح. تكبير. ما هذا؟ قتل، ذبح، سبي. ما هذا؟ قطع الرقاب وضرب فوق الأعناق، يقتلوا يصلبوا، تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، واقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم في كل مرصد. إن تابوا آتوا الزكاة دولارات، وآتوا الصلاة التزميح، خلوا سبيلهم. أعدوا لهم عدة ما استطعتم من قوة من رباط الخيل ترهبون به عدو الله. إذا أردنا أن نهلك قرية بعثنا فاسقيها ففسقوا فيها ودمرناها تدميرا. إذا لقيتم الذين كفروا ضرب الرقاب وإن وثقتم شدوا الوثاق. يا صاحبي يا صاحبي، ما هذا؟ دين رحمة أم لحمة؟ هذا إنسان اللي عمل الكلام هذا أم إله؟ ما هذا؟ سأكلمكم على آيات قتل المسيحيين وقتل اليهود معروفة، قردة وخنازير كالحمار حسفارة، نسخوا إلى فأر كل. ليش المسلم عامة يكره اليهودي؟ آيات قتل المسيحيين الأمريكان السويديين الفرنسيس الكل. المائدة 72: كفر الذين قالوا الله هو المسيح ابن مريم. 73: كفر الذين قالوا ثالث ثلاثة، كفرهم. وبعد جاء سورة محمد 4: إذا لقيتم الذين كفروا ضرب الرقاب وأن وثقت شدوا الوثاق. وبعد سورة التوبة 29: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية صاغرون. وبعد التوبة 5: اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم وقدروا كل مرصد. كفر 173 أمريكان السويديين فرنسيس المسيحيين. وبعد آية قرآنية شنو عملوا لهم كفرة الأمريكان المسيحيين؟ قطع الرقاب. المسلم في أمريكا يعرف، والمسلم في فرنسا يعرف، وفي السويد وعايش ويعرف الآيات هذه، أكثرتهم يعرفوا لو عم. ويقول لك نعم التقية تقات، لا ترضى عليك اليهود والنصارى إلا أن تتبع ملتهم والتقية تقات. ابن كثير تفسير القرطبي. عندما تكون ضعيف نحبك، وعندما تقوى. كلام المسلمين في أمريكا مثلا نقش معاه، يقول لك كلام قدامك نقتلوهم الامريكان المسيحيين هذه كفر الذين يستعرفوا به، وعندما يكون مع امريكي نحبك تقي. فلهذا لو عم المسلمين خطيرين في امريكا السويد فرنسا وكل. اوكي، الشعب ما يعرف هذه الايات، لو عرف هذه الايات كان ياخذ موقف من المسلمين، لكن ما يعرف. حكومات البترودولار واللوبي هذيك، فهمت، مليارات البترودولار يعطوا. فهمتوا؟ قتل اليهود معروفة، يعني قردة وخنازير كالحمار أسفارة، يعني نسخوهم إلى فأر. يكره المسلمين اليهود، حماس كذلك تكره قتلتهم. يعني التوبة 29: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية وهم صغيرون. كذلك آيات أخرى قتل اليهود. ليش أنتم تكرهوا اليهود؟ كل شيء حتى الزلزال اليهود عملوه، يعني فهمت؟ أعطيتك متاع يعني متاع اليهود. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. حمار يعني، فهمت؟ سورة الجمعة آية 5: ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا إنهم قردة خاسئين. آية البقرة 65: يعني إن أصلهم أبناء قردة وخنازير كالحمار أسفارا.
والتوبة 29 قاتل الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وحرمنا وحرم الله. يعني آيات قاتل ذبح كثير 206 آية 206 آية فهمت؟ عندي 206 آية حافظهم وأمامي كذلك فهمت؟ يعني كيف يعني تقبلوا هذا الكلام؟ احترام المسلمين المسالمين of course فهمت؟ يقول لك في الأنفال 12 سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. حتى شيخ ما نجم يبرر هذه تفسيرات قرطبي السيوطي مش شيخ بتاع الحومة لا قتل ذبح تفسير القرطبي والسيوطي ابن كثير الكل. فلهذا نعم خطر. المسلمين يحب يعني هاجوج وماجوج ذهبوا إلى ما نقول لكم على حديث محمد بعثت بالرعب على مسافة شهر يضربون عدو الله آية قرآنية جعل رزق تحت ظل سيفي قطع طرق مثل حماس فقتل بني قريظة اليهود كذلك حماس قتلت أطفال محمد يعني بعثت بالرعب على مسافة شهر أمرت أن أقاتل الناس إلى أن أقول لا إله محمد رسول الله. هذا كلام مع رسول فهمتوا؟ يعني احلموا لن تسلموا لا أمريكا بالعدد التكاثر تناكحوا تكاثروا ترتخر بكم الأمم وأردوغان يقول لكم امشوا وشيوخكم لا لا وكذلك السويد وفرنسا تحلم. لا أتمنى لكن المفكرين المسلمين يقولوا سيحصل صدام بين الغربيين والمسلمين. لا أتمنى احترام المسلمين المسلمين لا أعمم فهمتوا؟ يعني تحبوا بهجوج وماجوج يعني لبنانية لا ليبانيزاسيون تاع فرنسا وتاع أمريكا أفغانيزاسيون وتحبوا يولوا العالم الكل مسلم. والحديث هذاك قاتل اليهود الشجر والحجر يتكلم يا عبد الله يا عبد الله هناك يهودي وراء إيش يقتله يخرجك اليهودي بقنابل نووية تسونامية زلزالية عندهم. وكذا إسرائيل باقية وحماس إرهابية قتلت 7 أكتوبر أطفال وعجائز فهمت لا يغفر لها. وتحياتي سامي التونسي شاركونا سامي التونسي في اليوتيوب في التيك توك في كل شيء. يلا شالهم خلاهم سلم أخهم خلاهم بارك السلام عليكم. أزول النزول الإسلام سيزول.